السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بكم في وصفة جديدة على قناة وصفات أم عمر. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا لي سيجار بطريقة جد مبسطة، بورقة اللي كتجي مقرمشة وزوينة وبحشوة اللي كتجي أكثر من لذيذة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. إذا نبداو بسم الله. غادي نبداو أولا بالعجينة ديال الورقة. المهم الورقه دائما كنديروا لها القياس ديال الدقيق قد القياس ديال الماء باش كتجينا هي هذيك، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش عاوتاني جاريه بزاف. انا عندي هنايا 4 كؤوس ديال الدقيق الابيض الفورس بعبر كاس العنبه بهذا الكاس هذا. المهم الكاس اللي ماشي ضروري هذا الكاس هذا، الكاس اللي كتعبروا به الدقيق هو اللي كتعبروا به الماء. الا عبرتوا بزلافه كتعبروا عاوتاني بزلافه الماء باش كيجيكم القياس هو هذاك. انا دايره هنا 4 ديال الكيسان، غادي ندير 4 الكيسان ديال الماء. ندير هنايا معلقه نص معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نزيد معلقه ديال الزيت، صافي غير معلقه واحده برك. وغندير 4 الكيسان د الماء. الماء عادي غير من الصنبور، ما دافي ما والو. الاول الكاس الثاني، الكاس الثالث، الكاس الرابع. صافي ملي كديروا عبار واحد ديال الدقيق والماء كتجيكم هي هذيك. ناخذكم باش ما عبرتوا كديروا نفس العبار، نفس العبار ديال الدقيق والماء. صافي دابا غادي نخلطها انا بالميكسور. اللي ما بغاتش تخلطها بالميكسور وتخلطها غير بالخلاط اليدوي تخلطها مزيان، وبالحق ملي تسالي خصها دوزها في الصفايه باش كتاكد بلي ما كيبقاوش في العجينه ديك الحبيبات. خصنا ما يجيوناش الحبيبات في العجينه. انا دابا غادي نخلطها بالميكسور. دابا كملت التخلاط ديالو. كتخلطوه شي 3 ولا 4 ديال الدقائق باش كيتسلق مزيان، باش كنتاكدوا ما كيبقاوش فيه ديك الكويرات ديال العجينه. ها نتوما كتشوفوا كيجي طالق الخيط مطلوق مزيان باش ملي كنديروا الورقه ديالنا طيب ما كيجيناش فيها ديك الكويرات ديال العجينه. ناخذكم الا خلطتوه بالخلاط اليدوي ملي تساليو دوزوه ضروري في الصفايه باش كنتاكدوا ما كيبقاوش فيه الكويرات ديال العجينه. صافي دابا غادي نغطيه ونخليها هكذايا ترتاح على ما نوجد الحشوه اللي غادي نعمروا بها لي سيجار ديالنا. بالنسبه للحشوه اللي غادي نوجدو، عندي هنايا بصله متوسطه محكوكه، ماشي مقطعه قطع صغار، يعني ماشي مشلضه هكا كتحكوها في الحكاكه باش كتجي رقيقه هكذا. وهذا غير الماء ديال البصله اللي حكيت، كديروش الماء نهائيا. غادي نشعل عليها باش تشحر، وغادي نزيد عليها نص كاس ديال الزيت. هذا كاسي صغير، الا كان كاس كبير غديروا قل من نص كاس. زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي بغيتو. صافي غادي نخلي هاد البصيله هكذا تشحر شويه، وغادي نزيد عليها لدان والتوابل اللي غادي نضيف له. دابا منين تشحرت هاد البصله غادي نضيف عليها لدند. انا هنا عندي كيلو الا ربع ديال لدند. تستعملوا الكميه اللي بغيتو نتوما، يا نص كيلو يا كيلو على حسب القياس اللي بغيتو نتوما. المهم غير ديروا الطريقه هذه اللي غادي نصوب، اما القياس على حسب القياس اللي بغيتو. مقطعه قطع صغيره على هذا الشكل. التوابل ما كنحتاجولوش بزاف، غادي ندير غير شويه ديال الملحه، شي نص معلقه صغيره ديال الابزار، وعندي هنايا كنور ديال البقري غادي نفرتو هكذايا عليه. هاد الحشوه هذه بسيطه سهله بزاف، ما كتطلبش بزاف ديال المقادير بلا ديك قوه العطريه بزاف. وهذا صافي كنديروا غير الملحه وشويه ديال الابزار وهاد الكنور هذا.
الملحه ما تكثروش حيت كنور مالح، وعاد ملي غادي نكونوا كنعمروا لي سيكار غادي نديروا الفرماج. داكشي علاش ما تكثروش الملحه. صافي ما كنديروا لا معدنوس لا حتى شي حاجه، غير البصر ومليح وهاد الكنور ديال البكري اللي شفتو. صافي كنخلطها هكذا ونخليه حتى يطيب هاد لادانت. دابا منين طاب لادانت ها نتوما كنخليوه حتى كينشف هكذا، نخليوه حتى كيولي ناشف من ديك الماء ديالو. صافي دابا غادي نطفي عليه وغادي نخليه يبرد على ما ندوز نطيب الورقه. باش كنبغيو نطيبوا الورقه كنديروا هكذا شي طنجره فيها الماء، كنخليوه حتى كيغلي حيت هاد الورقه غادي نطيبوها على البخار، وكنحطوا المقله ديالنا هكذايا فوق ديك الطنجره. وكنجيبوا العجينه وكنديروها هكذايا شويه بشويه، غير فاش كنحطوها كنمشيوها بالزربه قبل ما طيب. كندوروها هكذايا مع المقله مع الجناب وعاود كنصوبوا الوسط باش كتجينا الورقه دايره. هكذا كتجي الورقه مزيانه، كتجي رقيقه وكتجي مقرمشه غزاله. البلاصه اللي كتبان لكم خاويه كدوزوا عليها شويه عاود. صافي غادي نخليها دابا حتى طيب دغيا كطيب. فاش كدهنوها بحال هكذا بالبخار دغيا كطيب، فاش كتبان لكم بدات كتقلع هكذا من الجناب كتعرفوها صافي راه طابت وكتحيدوها. كنكون موجده حدايا هكذا شي منديل وميكا باش ملي كطيب كنحيدها كنديرها بديك المنديل وكنغطيها بميكا، كندهنها بشويه ديال الزيت، غير زيت نباتيه كندهنوها شويه، كندهنوا لها ديك الجنيبات باش ما كيبسوش وكنغطيوها بالمنديل وكنديروا عليها شي ميكا. صافي فاش كتشوفوها انتم كما قلت لكم كتقلع هكذا من الجناب صافي راه طابت، كتزول بسهوله كي تجي رقيقه تجي زوينه. كنحطوها في المنديل كندهنوها بشويه ديال الزيت، غير شويه كندهنوا لها الاكثريه هاد الجنيبات هادو باش ما يبسوش. صافي وكنرجعوا نغطيوها هكذا بمنديل وميكا. صافي كنمسح هكذايا المقله بشي منديل وكنولي ندير وحده اخرى عاوتاني. الطريقه ديالها ساهله وكتجي مقرمشه زوينه، بالنسبه لي انا احسن من هذيك اللي كنشري اللي كتباع. كما كنبغي نصوب هكذا المالح او الحلو كنحتاج هكذا الورقه كنصوبها في الدار كيف شفتوا، مقاديرها بساط وكتوجد دغيا وفي نفس الوقت كتجي مقرمشه زوينه. صافي انا غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي عاد باش ندوز نعمرها.
بالنسبه للطريقه ديال التعمار ديال لي سيجار ساهله. ندير هنا قطعه ديال هذا الفرماج، انا عندي هذا الجبن هذا المسطح ديال الساندويتش هذا اللي تيكون هكذايا مسطح، قطعته كنقطعو على 3، كل طرف تنقطعو هكذا تنقسمو على 3، كل طريف تنديرو في وحده. صافي تنحط قطعه هكذا وندير شويه ديال لادانت تنطويو عليها هكذايا من التحت، تنطويو الجناب. الطريقه ديال لي سيجار العاديه اللي تنديرو دائما. عندي هنايا شويه ديال الدقيق مع الماء باش نلصق به هاد الجناب ديال الورقه اللي تيبقاو. غنصوب وحده اخرى. ها نتوما شو الورقه اللي وجدنا، شوف تبارك الله كي تتجي رقيقه، تتجي ناجحه 100%. غير تبعوا الطريقه اللي شفتوا معايا ديال التصواب ديالها، كتجي ناجحه مزيانه، ومني كنطيبوها ودا كتجي مقرمشه غزاله. قطعه ديال الفرماج، شويه ديال لادانت، وكنلفوها هكذا. كنلصقوا هاد الجناب بهاد الطحين هذا اللي مخلط مع الماء. صافي طريقه سهله بزاف. انا غادي نستمر هكذا حتى نكمل الكميه اللي عندي. دابا ملي كملت غادي ندوز باش نقليه، باش نقلي هاد لي سيجار. كنديرو هكايا الزيت في المقله، كنخليوه حتى كيسخن، وعاد كنبداو نحطو فيه لي سيجار. بسم الله. صافي كنديروهم تقلاو هكذا. ملي كيبداو يتحمروا من جهه كنقلبوهم للجهه الاخرى عاوتاني باش يتحمروا من الجهه الاخرى. كنكونوا موجدين قدامنا هكا شي شبيكه باش ملي كيطيب كنديروها فيه يستقطر من الزيت اللي كيكون زائد فيه. مرة ما كيشربوش الزيت بزاف. بالنسبه لنا هاد الورقه هادي ديال الدار ما كتشربش الزيت كاع، كيجيو ناشفين. صافي كنبقاو مره نقلبوها هكذا حتى كتحمر من جوج جهات، تاخذ لنا نفس اللون. اللي طابت كنحيدوها.
صافي دابا غادي نستمر بحال هكا حتى نكملهم كاملين بالقلي. بالنسبه اللي بغى يحتفظ بهم في المجمد يحتفظ بهم دابا لا صوتو كميه بزايد، ما تقليوش كلشي في خطره. كل ليله هكذايا في الفطور ديال رمضان ان شاء الله كيصلح وكيجيو زوينين هكا. في الفطور ديال رمضان كيجيو زوينين. كتقليو غير القياس اللي غادي تقدموا، حيت كيتقدموا هما سخانين، تقليو غير القياس اللي غادي تحطوه. والتباقي كتكونوا محتفظين به في المجمد، ديروه هكا في شي بواطه تغلقوه مزيان وديروه في المجمد. كل ليله كتقلي القياس اللي بغيتي، غير هو فاش كتبغيو تقليوه حتى كديريه هكا الزيت يسخن، باش ملي كتجبديه نيشان من المجمد نيشان كديريه في الزيت يتقلى. كيبقاو مزيانين شحال ما احتفظتي بهم في المجمد ما كيبقى لهم حتى حاجه فوق ما بغيتي طيبيهم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كملتهم بالقلي. كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين ولذاذين بزاف. كي شفتوا الحشوه اللي صوبنا بسيطه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه بزاف، وحتى الطريقه اللي شفتوا معايا ديال الورقه كتجي الورقه هائله مقرمشه غزاله. كي كتجي مقرمشه الورقه. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كما ديما تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا ان شاء الله دائما بكل ما هو جديد، وبصحه وراحه.